لو عندك رقم جديد بالواتساب وتبغى تضيفه وبنفس الوقت تخبر كل اللي عندك انه رقمك تغير، وايضا المحادثات ما تروح وتبقى موجودة. فالطريقة سهلة وبسيطة، كل اللي عليك تروح لإعدادات الواتساب، بعدين الحساب، وبعدها تغيير الرقم. هذا الخيار إذا ضغطت عليه تضغط التالي. في أول خانة راح تحط رقمك القديم، وثاني خانة راح تحط رقمك الجديد، وبعدها تضغط التالي. بيطلع لك خيار إنه تبغى تخبر كل أصحابك والناس اللي أنت ضايفهم بالواتساب القديم إنه رقمك تغير. تضغط عليه وبعدها راح يتغير رقمك إلى الرقم الجديد، وبنفس الوقت المحادثات والجروبات راح تكون موجودة. يا هلا والله، كل شخص اشترك في تويتر بلو طبعا جاته علامة التوثيق. طبعا تويتر بلو يعطيك مميزات كثيرة، من ضمنها شعار التوثيق. طبعا لو ضغطت على أي شعار توثيق شخص متوثق راح يقول لك هذا الحساب متوثق لأنه اشترك في تويتر بلو. لكن خلونا مثلا نروح حساب ثاني، مثلا حساب المعالي. بتضغط على الخيار التوثيق، بيقول لك انه تم توثيق هذا الحساب من قبل اصلا تويتر بلو، ولانه معروف مثلا في الحكومة او الاخبار وغيره. لو حبيت ترسل فيديو او صورة فانصحك تستخدم هذه الميزة او الخاصية هذه. في البداية نروح للصورة اللي نبغى نرسلها او الفيديو بجودة عالية، ونروح الى حفظ في الملفات، نختار هذا الخيار. بعدها نروح تطبيق الملفات وننتظر الصورة تتحمل في تطبيق الملفات. شفتوا السحابة هذه ننتظرها إلى ما تروح، زي ما أنتم شايفين الحين بتروح. وبعدها خلاص الآن الصورة جاهزة أنك ترسلها بنفس الجودة حقتها إلى أي تطبيق. الآن تروح من نفس تطبيق الواتساب وتروح كأنك بترسل صورة، وتختار مستند، وتختار المستند من نفس تطبيق الملفات. الآن هذا هو الملف، ولو تشوفون هذه هي الصورة الحين بنفس الجودة العالية. يعني الشخص راح يقدر يحفظ الصورة هذه بنفس جودتها اللي موجودة في جهازك. طريقة تحديد أكثر من جهة اتصال أو حذف جميع جهات الاتصال دفعة واحدة بطريقة بسيطة من غير أي برنامج. طبعا لازم تكون محدث آخر تحديث اللي هو إصدار iOS 16. بعدها تروح تطبيق الهاتف، تروح جهات الاتصال وبص بعينك بهذا الشكل. الآن قاعد أحدد زي ما أنتم شايفين، ومتى ما بغيت أحذف جهات الاتصال اللي محددها هذا هو زر الحذف، أضغط عليه وراح يحذف لي كل جهات الاتصال اللي حددتها. يا هلا والله، هذه ميزة جدا رهيبة موجودة في الآيفون، كثير منا ما يعرف عنها. لو تبي تسولف مع أي شخص بنفس اللغة اللي هو يتكلمها فما يحتاج تحمل أي تطبيق ثاني. مجرب الحين على سناب شات تقدر تسوي هذه الطريقة مع أي برنامج. لو تشوفون مثلا أبسأل الشخص فين رايح، طبعا أنا مثلا محدد اللغة الفرنسية، فلو تشوفون على طول حول لي إياها إلى اللغة الفرنسية. أقدر أضغط هذا الخيار وتكون موجودة في الكيبورد، أرسلها للشخص، وبنفس الوقت أي رسالة يرسل لي إياها برضو أنا أقدر أسوي نفس الطريقة وأترجم النص وأحوله له كنص مكتوب. فصراحة ميزة جدا رهيبة، وطبعا الميزة هذه تدعم من إصدار iOS 15 وفوق. يا هلا والله، كثير من الناس ينزعج من لما توصل مكالمة ويضغط زر الباور بالغلط تتقفل المكالمة. فعندي لكم حل. طبعا توقف هذا الشيء، تروح الإعدادات وبعدين تسهيلات الاستخدام، وتنزل تحت اللي هو اللمس، وبعدها آخر شيء منع القفل لإنهاء المكالمة. هذا هو لو فعلت الخيار هذا مهما تضغط الزر أو زر الباور وقت أي مكالمة توصلك ما راح تتقفل المكالمة. فأحيانا تضغط الزر هذا بالغلط ويتقفل أو تتقفل المكالمة وتكون في وضع محرج. هذا الموقع راح تقدر من خلاله تسوي لك هوية خاصة احترافية وبجودة عالية، سواء للبزنس حقك أو لك شخصيا. طبعا الموقع يتميز أنه سهل وبسيط ومجاني، وطبعا زي ما أنتم شايفين يدعم أنواع الجوالات كلها. لكن بشرح لكم الحين من الكمبيوتر كيف تصمم بشكل بسيط هوية خاصة فيك. صفحة الموقع أول ما تفتحها تضغط البدء، وبعدها تختار نوع البزنس الخاص فيك، فاشن، بيوتي، صحة وغيره. الحين بنختار مثلا فاشن، وبعدها نضغط نيكست. راح تطلع لنا طبعا الخطوات حبة حبة عشان تصمم لك هوية بطريقة احترافية وما تكون مشابهة لأي هوية أخرى. هنا زي ما أنتم شايفين تبغى الرسمة تكون عريضة أو تكون بشكل أو ديزاينات مختلفة. هنا راح تحط اسم أو هوية للبزنس الخاص فيك، وهنا الشعار إذا تبغى، أو عادي تضغط نيكست. بعدها تحدد أنه هل هو محل أو موقع إلكتروني. نختار أنه هو موقع إلكتروني أو ويب سايت. الآن زي ما أنتم شايفين طلعنا تصاميم مرة كثيرة وأشكال جميلة.
الحلو في الموقع انه اي تصميم تشوفه راح تقدر تعدل عليه. مثلا هذا التصميم عجبني لكن اودي اعدل في التصميم، فتقدر تعدل في الخطوط، تقدر تعدل في الالوان حقت الشعار، الفريمات، كل شيء موجود في الشعار بتقدر تعدله. بعدها تضغط نيكست عشان طبعا تحفظه، داونلود وخلاص، تحط ايميلك او بيرسلوا لك الشعار او الهوية بجودة عالية. اسهل طريقة تراسل فيها الدعم الفني لسناب شات لو كانت عندك مشكلة في التطبيق او في حسابك. اذا كان يفتح معك الحساب فتروح للاعدادات حقت سناب، وبعدها تنزل تحت تروح هنا احتاج مساعدة. بعدها راح يطلع لك هذه القائمة، الحين تضغط هذا الخيار، وبعدها هنا راح تحدد المشكلة، وتحت راح تحدد نوع المشكلة زي ما انتم شايفين. نضغط يس، وبعدها نحدد نوع المشكلة، انه مثلا عندك مشكلة في الكاميرا، مثلا في الصوت. بعدها بتطلع لك هذه القائمة. أهم شيء أنك تعبي اليوزر نيم والإيميل ورقم جوالك بشكل صحيح، نفس اللي موجودة عندك في التطبيق ونفس اللي مرتبطة بحسابك. وبعدها أي طلب يطلبه منك، مثلا نوع جهازك، تحط نوع الجهاز. وبعدها لو عندك صورة للمشكلة ترفعها لهم، وهنا تكتب رسالة لسناب شات توضح فيها المشكلة، وأنه تطلب حلهم هذه المشكلة بأسرع وقت. طبعا تستعين بجوجل ترجمة مو مشكلة، بس بالعربي ما راح يقبلونه. فبعدها ترسل الإيميل، وخلال 48 ساعة راح يردون عليك سناب شات ويحلون لك المشكلة. أما لو كان سناب ما يفتح معك راح تروح جوجل، يعني مثلا لو ما تقدر توصل لحسابك بسناب تروح جوجل تكتب سناب شات سبورت، وعلى طول بيطلع لك نفس الصفحة اللي قبل شوي، وراح تكمل خطوات نفس الطريقة اللي قبل شوي. لو حاب تحمل أي فيديو سواء من تيك توك أو تويتر أو انستغرام أو يوتيوب، فأنصحك تضيف هذا البوت عندك في تطبيق تليجرام، ما يحتاج تحمل أي تطبيق ثاني. هذا البوت بعد ما تسحب الشاشة الفوق راح ينضاف عندك في تطبيق تليجرام. وطبعا تطبيق تليجرام اللي ما يعرفه هو نفس تطبيق الواتساب، وأغلبنا موجود في أجهزته. فكل اللي عليك بس تروح للفيديو اللي أنت حاب نجرب على هذا الفيديو، تروح هنا مشاركة، تنسخ الرابط، تروح ترجع البوت وترسل له الرابط، على طول بيرجع يرسل لك الفيديو تحمله في جهازك. هذا هو الفيديو الآن صار جاهز. أقدر نجرب هذا الفيديو بتيك توك الآن. نسخنا الرابط، نرسله للبوت وعلى طول بيرسل لنا، نقدر نحفظه في الجهاز. ثواني بس زي ما انتم شايفين هذا الفيديو صار الآن جاهز، أقدر أحفظه. نفس الشيء مع يوتيوب، انستغرام، أي تطبيق. فهذا البوت بيغنيك عن تطبيقات كثيرة. باركود من دون أنك ترسله جهازك الثاني عشان تصوره بجهازك الأول. فالطريقة سهلة جدا. طبعا بنظام iOS 16 أضافت أبل هذا الخيار، بنظام iOS 15 موجود لكن لازم تضغط على النص عشان تقدر تترجم. الآن بواسطة هذا الخيار تقدر أنك تحدد النص اللي أنت تبغى تترجمه زي ما أنتم شايفين، أو تنسخه، أو حتى الرابط أنك تفتحه زي ما أنتم شايفين فتح الرابط، أو حتى الباركود أنك تقرأ الباركود. فالآن قرأت الباركود أقدر أفتح الرابط اللي موجود في الباركود. طبعا لو ما كان هذا الخيار شغال عندك أو موجود ونظامك iOS 16 ومتأكد أنك محدث، روح للإعدادات، بعدين انزل تحت، روح اللغة والمنطقة، وفعل هذا الخيار النص الحي. يا هلا والله. تطبيق سبيد تست، اللي ما يعرف التطبيق هذا هو لقياس سرعة الإنترنت في المكان اللي أنت موجود فيه. وش الجديد؟ الجديد أنه التحديث الأخير لهذا التطبيق أضافوا ميزة حالة التطبيقات والمشاكل اللي موجودة فيها. فلو في تطبيق متوقف عن العمل أو في مشكلة راح تقدر تعرف من خلال التطبيق هنا. انستغرام أموره تمام، واتساب، تويتر، يوتيوب، كل التطبيقات موجودة والخدمات. فتقدر تعرف وقت ما يكون التطبيق متعطل أو شيء، تقدر تروح سبيد تست وتشوف وش التطبيق المتعطل. بهذه السنابات بعطيكم كم حركة موجودة في الآيفون ومخفية وكثير منا ما يعرف عنها. إذا جيت تبغى تنسخ أي صورة، فكل اللي عليك بهذا الشكل. الآن أنت نسخت الصورة ب3 أصابع. الآن نسخت الصورة تقدر تاخذها مثلا تطبيق الواتساب. لو تشوفون الحين راح أحط الصورة وأقدر أرسلها. فبهذا الشكل راح تقدر. الميزة اللي بعدها، لو في أي عنصر موجود عندك بالصورة أو صورة لك وحاب أنك تفرغ الخلفية، بس تضغط على الصورة بهذا الشكل. الآن راح تتفرغ الخلفية، تقدر ترسلها في تطبيق الآي مسج أو انستغرام زي ما أنتم شايفين بدون خلفية للصور. الميزة الثالثة، احنا دائما نصور الشاشة على أي شيء. فإذا صورت الشاشة جهازك راح يمتلي صور تصوير شاشة. في ميزة موجودة في نظام iOS 16، لو ضغطت تم من فوق تقدر تنسخ الصورة هذه السكرين شوت
وتنحذف من ألبوم الكاميرا، ما راح تكون موجودة في الصور عندك، وبنفس الوقت منسوخة تقدر ترسلها لأي شخص بهذا الشكل. موجودة عندك لكن ما هي محفوظة في الجهاز. الميزة اللي بعدها مجرد ما تلمس الجهاز لمستين راح يصور الشاشة بهذا الشكل، أو 3 لمسات على حسب اللي أنت تبغاه، أو مو بس تخليها لقطة للشاشة. تختار الاختصار اللي أنت تبغاه، راح تروح الإعدادات وبعدين تسهيلات الاستخدام، اللمس، تنزل تحت الضغط من الخلف. هذه الميزة، ضغط 2 أو 3 مرات على حسب اللي أنت تبغاه. لو رحت هنا تقدر مثلا تضغط ضغطتين يوديك للكاميرا بهذا الشكل، أو تقدر تسوي الاختصار اللي أنت تبغاه. إذا مساحة جهازك مليانة أو عندك صور وفيديوهات وملفات ما تبغى تحذفها، وتبغى حل مؤقت إلى ما تشتري جهاز، أو تخزن فيه هذه الصور والفيديوهات وتحذفها من الجهاز عشان توفر مساحة، فجايب لك تطبيق اسمه ميجا. التطبيق هذا مشهور، وهو يعتبر كلاود أو مساحة تخزينية سحابية، تعطيك 50 جيجا بايت تخزن فيها الملفات، صور، فيديوهات، صوتيات، كل شيء داخل التطبيق. طبعا 50 جيجا صراحة ما هي قليلة، وتقدر انك تحذف كل الاشياء اللي انت راح تضيفها في تطبيق ميجا، تحذفها من جهازك وراح توفر مساحة. لو تشوفون انشأت حساب في تطبيق ميجا وما شريت ولا سويت اي شيء، اعطاني 50 جيجا مجانية اقدر استخدمها. تروح هنا خانة او الخيار هذا ميجا اللي باللون الاحمر، وبعدها عندك تقدر تضيف من فوق. تبغى تضيف من الصور، تبغى تضيف من تطبيق الملفات اللي موجود في جهازك تضيف الملفات، تبغى تضيف مقاطع صوتية اللي انت تبغاه، صور وفيديوهات راح تضيفها هنا، وايضا تقدر ترتبها بمجلدات، ووقت ما تبغى ترجعها لأي جهاز راح تقدر، او حتى من الكمبيوتر تقدر تتصفحها. بنفس موقع ميجا تقدر تسجل دخول وراح تلاقي كل الصور والفيديوهات والملفات اللي مخزنها في التطبيق. لو خزنت أي صورة أو فيديو تقدر ترجع لها وتحفظها بشكل سهل وبسيط زي ما أنتم شايفين، أو حتى تقدر تحفظهم دفعة واحدة إذا كانوا أكثر من صور أو فيديوهات. فصراحة التطبيق بيحل أزمة للناس اللي أجهزتهم مليانة وما وده يغير جهازه الحين ويبغى ينتظر شوي. فهذا حل مؤقت أنك أنت تضيف فيه الصور والفيديوهات والأشياء المهمة في جهازك وتحذفها من الجهاز عشان توفر مساحة. هذا الخيار لازم الكل يفعله في جهازه. طبعا كثير منا تنحذف جهات الاتصال، وللأسف ما راح يقدر يرجع جهات الاتصال لأنه ما عنده اي كلاود وما هو مخزن جهات الاتصال بالايميل حق الاي كلاود. فأهم خيار تفعلونه اللي هو جهات الاتصال، تروح لحسابك بالاي كلاود وتفعل هذا الخيار جهات الاتصال. طبعا الخيار هذا بيسوي مزامنة وبيحفظ جهات الاتصال ويسوي لها باك اب كل يوم وكل وقت، ولو انحذفت فجأة من جهازك راح تقدر ترجعها. كيف ترجعها؟ كل اللي عليك تروح أي كمبيوتر عندك أو ايباد وتكتب اي كلاود في جوجل، بتطلع لك هذه الصفحة، تسجل دخول، بعدها بتطلع لك هذه الصفحة زي ما انتم شايفين كأنه اي كلاود لكن بالنظام الويب. بعدها تروح لجهات الاتصال الموجودة هنا. بعد ما تختار خيار جهات الاتصال راح تطلع لك كل جهات الاتصال المحفوظة في حسابك بالاي كلاود. ايش راح تسوي؟ تروح هنا ترجع للصفحة الرئيسية، هذه الصفحة، وبعدها تروح لاعدادات حسابك. بعدها راح تنزل تحت هذا الخيار اللي هو استرجاع جهات الاتصال المحذوفة، تضغط عليها. الآن بيطلع لك كل النسخ الاحتياطية وآخر نسخة احتياطية أخذها الاي كلاود الجهات الاتصال حقتك. زي ما انتم شايفين أمس هو لي باك اب جهات الاتصال، مجرد اني بس نفعل الخيار اللي في اول السنابات ذكرته لكم. الآن نضغط ريستور وعلى طول بيرجع لك جهات الاتصال، او حتى تقدر انك تروح لخانة جهات الاتصال وراح تلاقي جهات الاتصال حقتك كلها موجودة، تقدر تسوي لها اكسبورت من هنا، تصدير الى سطح المكتب عندك وتحفظها بالكمبيوتر او تحفظها بالاي كلاود درايف، واي وقت تنحذف فيه جهات الاتصال تقدر ترجعها من خلال الملف اللي انت حافظه. يا هلا والله، لو عندك نص في صورة او حاب انك تستخرجه، خصوصا النص اللي باللغة العربية، لأنه اللغة الإنجليزية من خلال الصور تقدر، لكن اللغة العربية لازم تحمل تطبيق. فبعلمكم طريقة من خلال تطبيق جوجل ترجمة، ما يحتاج تحمل أي تطبيق ثاني، وأيضا تطبيق جوجل ترجمة في كل أجهزتنا. فنروح نفتح التطبيق وبعدها نحط اللغة الإنجليزية إلى العربي، وبعدها خيار الكاميرا هذا تضغط عليه. بعدها راح تطلع لك هذه الصفحة، إما أنك تصور الورقة اللي قدامك عشان تستخرج النص اللي فيها، أو تاخذها من خلال الصورة اللي موجودة عندك بألبوم الكاميرا. زي ما أنتم شايفين على سبيل المثال عندي هذه الصورة فيها نص باللغة العربية، بستخرجه على طول استخرج لي بهذا الشكل. أقدر أنسخ زي ما أنتم شايفين النص،
أو أستفيد منه أرسله واتساب، أطبعه، أسوي فيه أي شيء. كوبي تكست هنا زي ما أنتم شايفين، أو نسخ النص اللي إحنا حددنا عليه. خلاص الآن النص صار منسوخ، أقدر أستفيد منه أو أستخرجه من أي صورة. يا أهلا والله، لو حاب تضيف عندك تطبيقات هنا مفضلة توصل لها بشكل سهل وسريع من شاشة القفل، تابع معي هذه السنابات. في تطبيق رهيب زي ما انتم شايفين ضايف تطبيقات أنا هنا، أقدر أفتح تويتر، أي تطبيق. الميزة الثانية أنه اللي معاهم أجهزة الآيفون 14 برو عندهم الجزيرة التفاعلية هذه. أيضا التطبيق راح تقدر تستفيد من الميزة اللي بشاشة القفل للتطبيقات هذه المفضلة، وتفتح أي تطبيق تبغاه بهذا الشكل. طبعا راح تفيدك انك لو كنت في اي تطبيق وحاب انك تفتح مثلا تويتر او انستغرام او تطبيقات المفضلة، فبتقدر تفتحها على طول من الجزيرة التفاعلية اللي فوق، او حتى من شاشة القفل زي ما انتم شايفين. طيب التطبيق هذا هو تقدر تسحب الشاشة الفوق وتحمله. بعد ما تفتح التطبيق طبعا بيعطيك انك تضيف تطبيقين فقط، فتقدر بدون اشتراك انك تضيف تطبيقين بشكل مجاني وتستفيد من البرنامج، او انك تضيف تطبيقات كثيرة على حسب اللي انت تبغاه، طبعا باشتراك. تختار خيار الزائد، وبعدها هنا تبحث عن التطبيق اللي انت تبغى تضيفه، مثلا سناب شات. بعدها تضيف له أيقونة زي ما انتم شايفين الحين تطلع الأيقونات. خلاص الآن أضفته، تضغط حفظ وخلاص راح يكون التطبيق موجود هنا. خلاص التطبيق بيكون شغال بهذا الشكل، تقدر تستفيد منه من فوق من الجزيرة التفاعلية أو حتى من شاشة القفل. من الأشياء أو المميزات اللي لازم تقفلها في الآيفون هذا الخيار، طبعا كثير منا ما ينتبه له، واللي هو لو رحت للإعدادات وبعدين بصمة الوجه ورمز الدخول. طيب هذا الخيار لو نزلت تحت مسح البيانات ضروري تقفل الخيار هذا، لأنه وش فكرته لو أحد حاول في جهازك أنه يفتحه أو رمز الدخول أكثر من 10 مرات، على طول راح ينحذف كامل اللي موجود في الجهاز. يعني راح يتفرمت جهازك لو أحد حاول في رمز الدخول أكثر من 10 مرات. فدائما أجهزتنا عند الأطفال وغيره ممكن أي أحد يحاول في الباسورد أكثر من 10 مرات، فحرام أنه ينحذف كل اللي في الجهاز. لذلك قفل هذا الخيار، لأنه أنا أشوف صراحة المستخدمين يعني لازم يقفلون الخيار هذا. من المميزات الرهيبة اللي نزلت في نظام الآيباد الجديد أو التحديث اللي نزل أمس، أنه تقدر تتحكم بالآيباد من خلال جهازك الآيفون، وبرضه حتى ساعة أبل تقدر تتحكم فيها من خلال الآيفون. يعني واجهة ساعة أبل راح تكون في جهازك الآيفون وتقدر تتحكم فيها. خلوني أعلمكم كيف تتحكم بالآيباد من خلال جهازك الآيفون. أول شيء كل اللي عليك تروح الإعدادات، ولازم جهازك يكون محدث على iOS 16، وأيضا حتى بعدها راح تروح لإعدادات وتسهيلات الاستخدام من جهازك الآيفون، وتنزل تحت التحكم في الأجهزة القريبة، تضغط عليه وراح يطلع لك الآيباد زي ما انتم شايفين. الحين راح أقدر أني أتحكم بجهاز الآيباد من خلال الآيفون. أقدر أرفع الصوت زي ما انتم شايفين، أو أقدر أنقص الصوت، أو حتى لو كنت في مثلا الإعدادات أقدر أني أطلع من خلال هذا الزر. فبتقدر تتحكم في شغلات كثيرة من خلال جهازك الآيفون. طبعا مفيدة للناس اللي دائما يستخدمون الآيباد مثلا في الشروحات، أو يعرض على بروجيكتور مثلا ويبغى يتنقل ويصير الآيفون ريموت كنترول جهاز الآيباد. من المميزات الرهيبة اللي نزلت في نظام الآيباد الجديد أو التحديث اللي نزل أمس، أنه تقدر تتحكم بالآيباد من خلال جهازك الآيفون، وبرضه حتى ساعة أبل تقدر تتحكم فيها من خلال الآيفون. يعني واجهة ساعة أبل راح تكون في جهازك الآيفون وتقدر تتحكم فيها. خلوني أعلمكم كيف تتحكم بالآيباد من خلال جهازك الآيفون. أول شيء كل اللي عليك تروح الإعدادات، ولازم جهازك يكون محدث على iOS 16، وأيضا حتى بعدها راح تروح لإعدادات وتسهيلات الاستخدام من جهازك الآيفون، وتنزل تحت التحكم في الأجهزة القريبة، تضغط عليه وراح يطلع لك الآيباد زي ما انتم شايفين. الحين راح أقدر أني أتحكم بجهاز الآيباد من خلال الآيفون. أقدر أرفع الصوت زي ما انتم شايفين، أو أقدر أنقص الصوت، أو حتى لو كنت في مثلا الإعدادات أقدر أني أطلع من خلال هذا الزر. فبتقدر تتحكم في شغلات كثيرة من خلال جهازك الآيفون. طبعا مفيدة للناس اللي دائما يستخدمون الآيباد مثلا في الشروحات، أو يعرض على بروجيكتور مثلا ويبغى يتنقل ويصير الآيفون ريموت كنترول جهاز الآيباد. هذا التطبيق أنصحكم تحملونه. طبعا أمس نزل إصدار iOS 16.1. التحديث هذا فيه أهم ميزة موجودة، واللي هي الإشعارات الحية. يعني مثلا لو كنت تتابع مباراة عندك تطبيق تتابع فيه مباريات، أو طالب أكل من مطعم، أو حتى طالب سيارة من أي تطبيق توصيل، راح يجيك إشعار التطبيق في شاشة القفل. ما يحتاج تفتح التطبيق نفسه عشان تتبع وين وصل الأكل، أو متى يوصلك الكابتن. فمن خلال شاشة القفل راح تقدر تعرف.
طيب وش فكرة هذا التطبيق؟ فكرته انك تقدر تتبع رحلة الطيران حقتك من خلال هذا التطبيق. حملوا التطبيق وبعدها افتح التطبيق او حط رقم الرحلة الخاصة فيك. طبعا لازم يكون اصدارك iOS 16.1 عشان تستفيد من ميزة الاشعارات الحية. وبكذا خلاص اذا اضفتها راح تكون بشاشة القفل رحلتك هنا. ما يحتاج كل شوي تفتح تطبيق مثلا الخطوط اللي انت حاجز منها او تفتح الوالت. فبتكون رحلتك او التيكت حقك بتقدر تتبعها من شاشة القفل زي ما انتم شايفين، وراح تتغير لو مثلا تغيرت الرحلة او صار فيها تأخير، كل شيء من شاشة القفل. وايضا اي احد معاه جهاز الايفون 14 برو، الايلاند اللي فوق او الجزيرة التفاعلية برضو بتكون فيها نفس المميزات. لو عندك اكثر من جهاز سواء ايفون او ايباد او ماك او ساعة ابل او حتى ايربودز، فانصحك تفعل هذا الخيار في كل اجهزتك، لانه راح يفيدك لو نسيت جوالك او ضيعته. راح يرسل لك تنبيه جوالك الثاني او جوالك اللي معك انه ترى نسيت مثلا الايربودز او ساعة ابل، او نسيت مثلا الشنطة اللي حاط فيها الاير تاج. فضروري جدا هذه الميزة تفعلونها في كل اجهزتكم. كل اللي عليك تروح فايند ماي او تحديد الموقع. اول ما تفتح التطبيق راح يطلع لك كل الاجهزه المتصله بحسابك بالاي كلاود. راح تنزل تحت مثلا هذه الايربودز حقتي، راح تروح ارسال اشعار عندما يتم تركه، تضغط على هذا الخيار وبعدها تفعل هذا الخيار. اذا فعلته لو بعدت عن الايربودز او بعدت عن جوالك الثاني مسافه بسيطه، راح يرسل لك او يجيك تنبيه انه ترى تركت جوالك او سماعتك او ساعه ابل او اي جهاز من اجهزه ابل. فمهم جدا انك تفعل هذا الخيار على كل اجهزتك الموجوده في تطبيق فايند ماي. لو بتعطي جهازك اي احد وتبغاه بعد وقت معين او فتره بسيطه انت تحددها، الجهاز يتقفل وما راح يقدر يفتحه الا باسورد. فهذا حل خصوصا مع الاطفال لما اي احد يعطيهم جهازه فيقدر يحدد وقت معين الجهاز بعده راح يفصل او يتقفل. زي ما انتم شايفين تروح هنا للساعه وبعدين تروح المؤقت وبعدين تنزل تحت تضغط على ايقاف الموسيقى. بعدها انت تحدد المدة، مثلا بحدد 10 ثواني 10 دقائق بالساعات اللي انت تبغاها. انا بحدد مثلا 5 ثواني. الان بدت، بروح مثلا الصفحة الرئيسية، ننتظر تقفل الجهاز. الحين ما راح يقدر يفتحه الا صاحب الجهاز هو اللي راح يفتح الجهاز. هذا التطبيق راح يفيد اي شخص بيحجز سفرة قريبة. راح تقدر من خلاله انك تعرف الاسعار بالايام زي ما انتم شايفين بالشهور. طبعا بيعطيك اللي باللون الاخضر معناته الاسعار ممتازة، اللي باللون الاحمر معناته الاوقات هذه اوقات ذروة او الاسعار بتكون مرتفعة فيها. طبعا سواء طيران او فنادق. زي ما انتم شايفين الحين حطيت مثلا من الرياض الى دبي مثلا بشهر اكتوبر. لو تشوفون هذا التاريخ اللي هو تقريبا 25 او 26 او 29 او 31، هذه الاسعار بتكون فيها منخفضة. فزي ما انتم شايفين اللي باللون الاخضر معناته الاسعار مناسبة من 975 او تحت، لكن الفئات الثانية بتكون الاسعار مرتفعة. فبتقدر تحجز في اليوم اللي انت تشوف الاسعار فيه منخفضة. نفس الشيء مع الفنادق. التطبيق معطيك كل الاشياء اللي تحجزها لسفرتك باقل الاسعار. طبعا شيكوا عليه وشيكوا على تطبيقات كثير وقارنوا بين الاسعار.